مليون واحد اللي بيعصوا ربنا دول هيفوقوا امتى وهيقوموا امتى وهيرجعوا لربنا امتى سبحانه وتعالى. واحنا واقفين لما كان في جنازه الفجر والواحد قام يمشي وراها لغايه قبور البقيع، طلع تجري حافي ورا الجنازه. يا جماعه انا نفسي اتقطع، الجنازه بتجري، انا حاسس الناس مش شايلين حاجه رغم ان النعش تقيل جدا. الناس بتجري الجنازه، الواحد نفسه اتقطع. واول ما دخلت البقيع لقيت نفسي حوست 10,000 صحابي مدفونين في المكان ده. 10,000 صحابي قتلوا نفسهم في عبادة ربنا، 10,000 من أطهر البشر على وجه الأرض مدفونين في الحتة دي. الواحد حس إنه مكسوف. وبعد كده قال بيت رسول الله مدفونين في المكان ده، أطهر خلق الله رضي الله عنهم جميعا. بعد كده دخلنا مكان الدفنه، القبر الشرعي اللي في السعوديه، قبر يرعبك بارتفاع جسم الدفان واقف، القبر مغطيه، يعني هو جواه وضيق جدا. وبعد ما حفر القبر يحفر بالجنب حفره ثانيه يدخل الجثه فيها ويقفل عليها بالطوب، وبعد كده يردم ال2 متر دول. قلت ايه ده؟ ايه الغفله اللي احنا فيها دي؟ عايزين نفوق يا جماعه.